welcome you all to this session of our seminars, and this time we are very privileged to have a group of women. It's not very usual. We always normally have men talking here, but this time we have a group of women coming from Sudan and Darfur. They are going to talk about the problem and the question of Darfur. It's a question of ethnic cleansing and genocide and what's happening there. فنبدأ بدوكيومنتري قصير اللي هو حوالي 12 دقائق، وبعدها أتحدث لكم عن الوضع الحالي في دارفور. تاريخ دارفور وكمان الوضع الحالي بدارفور. دارفور هي دار بمعنى أرض، وهو أرض الفور. الفور هي القبيلة اللي تمثل الأغلبية بين الأصول الأفريقية الموجودة بدارفور لقرون طويلة، وكانت لهم سلطنة ضمن الممالك الأفريقية في الوقت قبل أن وجود السودان ككيان سياسي. يعني دارفور كانت دولة مستقلة لها إدارتها المنفصلة، وحكمت بواسطة ملوك الفور حتى العام 1916 عندما غزت بريطانيا دارفور وقتلت آخر سلاطين الفور، وضمت دارفور بالقوة إلى السودان في عام 2016. أهل دارفور وجدوا نفسهم جزء من السودان وارتضوا بالواقع، وأصبحوا يعملون جنبا إلى جنب حتى استقلال السودان في العام 1956 في 1/1/1956. فلما جاء استقلال السودان، أهل دارفور من الأوائل الذين عملوا مع بقية السودانيين لطرد المستعمر، ورفعوا أسقطوا العلم البريطاني ورفعوا العلم الإنجليزي. ولكن سرعان ما تغيرت الحالة بعد الاستقلال، أتوا الأقلية موجودة بشمال السودان هم من العرب، يدعون أنهم أتوا من الجزيرة العربية في الماضي، ولكن السودانيين يعتبرونهم جزء منهم، ما كان في تفرقة، ولكن أصبحوا يهمشون أهل دارفور، أهل جنوب السودان، أهلنا بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. فطوال من فترة استقلال السودان حتى التاريخ الحديث، دارفور ظلت مهمشة تهميش متعمد، يعني في مجال التعليم، في مجال المشاركة السياسية، في مجال التنمية، في كل المجالات. وفي العصر الحديث أهل دارفور تأكدوا تماما أن الحكومة السودانية لا تقدم لهم شيئا، فأصبحوا بالعون الذاتي يبنون المدارس، يعلمون الأولاد والبنات، يأسسون المجتمعات المدنية لخدمة الأهالي، يأسسون المنظمات المحلية. وفي حديثا في العام في أواسط الثمانينات كانت في مجاعة في الهورن اوف افريكا، في القرن الافريقي. يعني دخلت منظمات أجنبية، ومن ضمنها منظمات أتت إلى دارفور، وفي ذلك العصر بعدها المنظمات اتجهت نحو التنمية بعد نهاية المجاعة. فأهل دارفور كانوا من الأوائل استضافوا هذه المنظمات وعملوا معهم جنبا لجنب لتنمية دارفور. ولكن عندما انتبهت الحكومة هي تريد أن تقمع أهل دارفور، تضطهدهم وتتركهم في تخلف عميق، ولكن شعرت أن أهل دارفور صاروا ينهضون بنفسهم إلى الأمام. ففي بدايات التسعينات أصبحت في نهايات الثمانينات، في العام 87 كانت في حكومة ديمقراطية، والحكومة صوتوا لها أهل دارفور في الغالبية العظمى. ليه؟ لأنه كانت السودان حكمت بواسطة عسكريين ديكتاتوريين،
فكان دي أول حكومة ديمقراطية بعد كم حكم عسكري. فأهل دارفور جميعا التفوا حول هذه الحكومة وصوتوا لها بكل أسف. هذه الحكومة من الشمال هي حكومة الصادق المهدي. أول ما انتهت مما أخذت المقاعد جيشت المجموعات العربية ضد أهل دارفور. ففي العام 87 88 تم قتل عدد كبير من قبيلة الفور اللي هي قبيلة لها جذور تاريخية ولها تعايش مع كل أهل دارفور القبائل المختلفة. فجاءت الحكومة الحالية بانقلاب عسكري في العام 1989 ومنذ ذلك الوقت جاءت بمشروع يسمى المشروع الحضاري الجديد بالسودان اللي هي أسلمت المؤسسات وكل الشعوب على المستوى القاعدي تطبيق الشريعة الإسلامية بدون فرز حتى على المسيحيين أخواننا في جنوب السودان. كان في ضغط شديد في السودان وقمع لكل الناس وحاولوا يحشدون جميع السكان بالسودان إنهم يكونوا في الحركة الإسلامية وتابعة للنظام. فأهل دارفور هم متدينون فلم ينفعلوا مع الحكومة لأنها بتدعي وتنادي بالدين والدين شيء قديم بالنسبة لأهل دارفور فلم ينفعلوا مع الحكومة. فقامت الحكومة بتجييش القبائل العربية سمتهم الفرسان بالأول وأطلقتهم لاستهداف القبائل الأصيلة بدارفور اللي هم الفور والزغاو والمساليد والمجموعات الأخرى المتضامنة معهم في دارفور. فأصبحت الجنجويد تأتي بالعربات والجمال والخيول تحرق القرى تقتل الرجال وتغتصب النساء حتى الأطفال. إذا في طفل صغير يقتلوه لأنه يقولوا هاي رجل إذا تربى فيبقى عدوا. قتلون حتى الأطفال ويغتصبون النساء يقول لهم نحن نريد نغير نسلكم بالنسل العربي. ففي العام 2001-2002 اشتدت الأزمة وأهل دارفور لم يرتضون بالواقع فقامت حركات تحرر في دارفور تنادي بحماية أهلها وتنادي بتغيير الحكومة السودانية التي تقتل المدنيين. فاستمرت الحكومة في دعمها للميليشيات. الحكومة تأتي جيش الحكومة يأتي بالطائرات من الجو تقصف القرى والمدن ويسممون الآبار يسممون الأكل ويحرقون المزارع يحرقون الحيوانات ينهبون الممتلكات والأموال حتى الآثار التاريخية والمساجد دمروها ونقلوا الطوب لأماكن أخرى حتى لا يبقى أثر لهؤلاء السكان بدارفور. فتم تهجير حوالي 3 مليون دارفوري الآن يعيشون داخل دارفور لمدة 11 سنة منذ العام 2003. تم قتل ما يفوق النصف مليون. قامت الأمم المتحدة اعترفت ب300 ألف قتيل. لم يعترفوا بالعدد الباقي لأن الحكومة هيمنت على مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة بالسودان. تم تهجير عدد كبير إلى الخارج منهم الآن ما يقارب النصف مليون موجود بتشاد وعدد بأفريقيا الوسطى عدد كبير بمصر بالأردن في عدد ذهب إلى ليبيا. قامت المشكلة في ليبيا لم يجدوا أين يذهبون هربوا إلى تونس. وفي كل دولة عربية يتعرضون للإهانة والإساءة يقولون لهم أنتم ليس عرب فلا لم يكن لدينا أي مكان لكم. الآن يهجرون قسرا للسودان وأول ما يرجعون للسودان الحكومة تعتقل وتعذب المهاجرين الفارين من الموت. هذه الحالة يعني في شهرين الماضيات من فبراير إلى أبريل جددت الحكومة الاعتداءات على المدنيين فدمرت حوالي 115 قرية في دارفور حرقتها تماما وبالاعتداء مش على القرى والمدن ولكن على الغلابة بالمخيمات. اليوم يومنا ده أنا جاتني أخبار في مدينتي الآن محاصرة يعني كل شيء مجمد من يوم الجمعة حتى الآن النشاط مجمد السوق مقفول المدارس المؤسسات يعني ما في حركة والناس متوقع في أي لحظة. اختطفوا 6 أشخاص وضربوا قتلوا جندي من جنود الأمم المتحدة الموجودين بدارفور والآن هذه الحالة. جملة المتأثرين بالحرب هم حوالي 4 مليون اعترفت بهم الأمم المتحدة
والآن يعني منذ العام 2009 حتى الآن كما تعلمون أن قضية دارفور لاقت رواج عالمي، وانتشرت المعرفة بقضية دارفور بتعريف بفضل أبناء دارفور الموجودين بالخارج والنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالغرب. حقيقة نحن بالإقليم لم نجد من يقف إلى جنبنا، خاصة الدول العربية والدول المسلمة يعني التزموا الصمت، بل بالعكس عملوا ضدنا. يعني في أي وقت الأمم المتحدة تجتمع عشان تأخذ قرار بشأن السودان يدافعون عن السودان، يقفون ضد السودان. لما يعني الأمم المتحدة أرادت أن تصدر قرار بشأن إدخال القوات الدولية، قطر وعدد من الدول كانت في الوقت ذاك عضوة مؤقتة بمجلس الأمن الدولي، أول الدول وقفت ومانعت، قالت هذا بلد عربية إسلامية لا يمكن تدخل قوات أجنبية بها، ولم يتحدثوا عن الضحايا. فحاجة كانت مؤسفة ومحبطة بالنسبة لنا. يعني نحن لما نهاجر بنطلع للدول المجاورة ولكن لا نجد الدعم، فأتى بنا الأمر لنهاجر إلى الدول البعيدة، فالدعم وجدناه من الغرب ولم نجد الدعم من الدول المجاورة ولا الأفريقية ولا العربية. في بسيط شوية دول أفريقية وقفت معنا، ولكن الدول العربية بالإجماع لم تقف معنا أي دولة. ففي العام 2004 الأمم المتحدة كونت لجنة تحقيق دولية اللي هي الانترناشونال كوميشن اوف انكوايري، حققت في دارفور وقالت اعترفت انه في جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ولم تقل إبادة جماعية، قالت جينوسايدال اكتيفيتيز، لأن الأمم المتحدة مجموعة دول وفي political games، فما استطاعوا يقولون، ولكن أحالوا الوضع للمحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة تحققت ووجدت بالحقيقة إنه في إبادة جماعية ارتكبت، في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق أهل دارفور، وأصدرت 4 مذكرات اعتقال بشأن الرئيس البشير. هو متورط لأنه أصدر الأوامر، لأنه رئيس البلد وقائد الجيش، أصدر الأوامر، وفر الدعم، وفر السلاح، وفر التدريب، وأعطى أوامر في الببليك، يعني في الببليك تي في والببليك راديو، ويتحدث يقول اقتلوهم جميعا، لا أريد أسير حرب ولا جريح، اقتلوهم جميعا. فكان ده كلامه، فهو مدان من أحد المدانين، وفي وزير الداخلية السابق، وزير الداخلية السوداني، ووزير الداخلية بإقليم دارفور، هم شاركوا في تدريب الجنجويد والتحريك وتفعيل والدعم المباشر المادي والمعنوي بكل الأحوال، وفي قائد من قيادات الجنجويد. ولكن بكل أسف حتى الآن هؤلاء الأشخاص أحرار اليقين. فبعد صدور مذكرة الاعتقال بحق البشير، الحكومة السودانية قامت بحملة دبلوماسية إلى المجتمع الدولي، إلى دول الجوار، واستخدمت الدول العربية الصديقة في يعني استدرار الدعم والتعاطف معهم. يقول هذا عدوين الإسلام، عدوين العرب، يأتون ليدمروا السودان، فوقفوا بجانبها. فالآن يسببون عوائق وعرقلات للمحكمة الدولية عشان ما تعمل عمل بالسودان. فالرئيس البشير ما زال طريقا يسافر إلى الشرق الأوسط، يسافر إلى بعض الدول الأفريقية اللي هي ما أعداء بالمحكمة زي إثيوبيا، إريتريا، وعدد من الدولات الصغيرة في الجوار. ولكن نفتكر إنه قضية دارفور مشت إلى مرحلة كانت كثير يعني متقدمة، لأنه الاعتراف بالإبادة الجماعية هي خطوة كبيرة، الاعتراف بالعدالة للضحايا خطوة كبيرة. ولكن الآن منذ العام 2009 الحكومة طردت كل المنظمات الدولية، والحاجة المؤسفة إنه منظمات الأمم المتحدة الموجودة ضعيفة، وفي بعض الأحيان قياداتها متواتية مع النظام، لا يكتبون التقارير بطريقة صادقة، لا يعكسون الاعتداءات، لا يتحدثون في المنابر العالمية، والحكومة تضع قيود. يعني إذا في أحداث بالقرى لا يذهبون للقرى ليتحققون، يأخذون معلومات ثانوية ويرسلونها وهي ما المعلومات الحقيقية. يعني نحن موجودين بالخارج نأخذ معلومات حقيقية من أهلنا، ونمشي نتحدث دائما في تضارب بين التقرير من عندنا والتقرير من الأمم المتحدة. فالآن الحكومة السودانية سيطرت على دارفور، لا يمكن أي صحافي من الخارج يدخل دارفور، لا يمكن منظمات أجنبية موجودة بالمدن الكبيرة ولا تستطيع أن تعمل عملها. الحكومة استخدمت السلاح واستخدمت الجوع
ومنع الإعانات الإنسانية كسلاح أيضا للإبادة في دارفور. فالآن الوضع ببساطة كما ترونه، وفي استهداف منظم آخر. الأخت رحاب اشتغلت كثير مع الطلاب والنشطاء من أبناء دارفور، يعني مع ظروف الحرب يعني في عدد كبير من أبناء دارفور يدرسون بالجامعات، ففي ظاهرة بتاعت اختطاف والقتل المتعمد بواسطة أمن النظام، وحتى يختطفون ويعتقلون طالبات ويستثنون بقية الطالبات، ولكن يستهدفون طالبات دارفور بالاغتصاب بواسطة رجال الأمن في المعتقلات. فهذا هو ببساطة الوضع الآن في دارفور. وفي احتقان منظم للمحامين للصحفيين وكل النشطاء. الآن الناس يرون ولا يستطيعون أن يتكلمون بما يجري في دارفور. والرئيس البشير يذهب إلى المنابر يقول الوضع أفضل في دارفور، المحاربين الدارفوريين لا يريدون السلام، والمواطنين يرجعون الآن إلى قراهم والدنيا آمنة. وفي حالة أنت عندك حوالي 3 مليون نازح الآن موجود بالمعسكرات. فحاليا تجدد القتال في دارفور، تجدد وبطريقة الآن يتحدثون إنه في قتال بين القبائل العربية لتشويش. يعني ناس مثلكم بعيدين من الواقع ممكن تصدقون إنه دي مشاكل قبلية. أبدا، المشكلة في دارفور هي systematic attack against a specific people، يعني the indigenous African people in Darfur. يعني خطة منظمة deliberate policy بتاعت تفرقة عنصرية وقتل متعمد اللي هي الإبادة الجماعية بكل مواصفاتها. ولكن الآن يعني الحكومة نزحت أهل دارفور، أصبحت القرى والأراضي خالية، أعطت هذه الأراضي لقبائل عربية، والآن القبائل العربية تقتتل فيما بينها من يأخذ الأرض الأفضل الأخصب. فالآن في حرب من شكل مختلف بين القبائل، ولكن هذا ليس استهداف وكله منظم بسبب الحكومة. الآن شخص زي العسكري هو لم يكن قبيلة، فهذا عسكري مجند من قبل الحكومة، هم يقتتلون ولكن بدعم من الحكومة. فالآن هذا الوضع موجود في دارفور. الحكومة مصرة إنها دي ما إبادة جماعية لكنها اقتتال قبلي بين أهل دارفور بينهم. والمجتمع الدولي يعني بكل أسف أقول تخلوا عن أهل دارفور في الكلام. يعني they paid lip service to the Darfur people. They issued about يعني 47 resolution on Darfur. There is no resolution being implemented. They have about 27,000 troops. يعني 27,000 جندي أممي موجودة الآن في دارفور، سموهم قوات حفظ السلام. لم يكن سلام بدارفور، ليس هنالك سلام يحفظونه، فلا يمكن ترسل قوات حفظ سلام بدون سلام. فالآن القوات هم ضحايا أنفسهم. الجنجويد يعتدي ويقتل. اليوم يومنا قتلوا جندي من رواندي بدارفور بمنطقتي بمدينتي. فيعني هذا الوضع يشفق عليه. الأمم المتحدة حتى لم تتخلى عن ضحايا دارفور، بل أصبحت قواتها هي ضحايا في دارفور، يعني بالإضافة للضحايا الأساسيين اللي هم ضحايا الحرب. فالآن الوضع يتكلمون، والآن في كوارث كثيرة في العالم يقولون دارفور بيت شبيرة، يعني أفضل الوضع، أفضل في رجوع في عودة طوعية، لكن ما فيش عودة طوعية. هذا الوضع كما قلت لكم نفس الدوكيومنتري. الحياة اليومية الآن في دارفور، الأستاذة زهراء آتية من الفاشل بشمال دارفور، هي قبل ما تسافر في اعتداء داخل المدينة، قتل داخل البيوت، ويعني بالخرطوم الآن يختطفون طلاب دارفور ويقتلونهم ويعذبونهم بالسجون. فما الدارفوري ما هو بسلام في أي مكان بالسودان، حتى في دول الجوار في تشاد، وبمصر يختطفون النشطاء ويرجعونهم للسودان للتعذيب. فأنا أقف هنا وأعطي الفرصة للجميع، إذا في أي سؤال أنا بكون مستعدة للإجابة عليها، وإذا في أي مداخلة من الأخوات يتفضلون. كويس. أنا عندي مسألة إضافية. كنت بتناقش رحاب القاضي الشريف محامي من الخرطوم، عضو هيئة محامي دارفور. يعني كنت تكلمنا عن جنوب السودان والسودان الشمالي، قد يكون في بعض من الحدود. يعني لو نزلت في الصفحة الأولى من الورقة اللي عندكم فيها خارطة للسودان بتوضح دور الجوار للسودان وبتوضح إقليم دارفور.
فقبل انفصال الجنوب الحته اللي تحت دي ده جنوب السودان، اصبح جنوب السودان وشمال السودان، اذا دارفور جزء من السودان الشمالي. اما جنوب السودان حاليا من 9/1/2011 اصبح دوله قائمه بذاتها وانفصلوا عننا يعني. دارفور اللي هي جزء اقليم من اقاليم السودان الشمالي. طيب في مناطق تانية بعد جنوب السودان منفصل برضو. الجنوب الجديد بالنسبة للسودان الشمالي، الجنوب الجديد بالنسبة للسودان الشمالي مناطق ساوث كردفان والبلو نايل، دي أيضا مناطق ملتهبة بيعانوا نفس مشاكل دارفور. وهسه حاليا في أديس أبابا والوساطة كده مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. في السابق قبل جنوب السودان ينفصل مننا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان اللي كان قائد الدكتور جون جارن ومات. بعديه جاء سيلفا كير، الجنوبيين صوتوا للانفصال، أصبح ده دولة جنوب السودان. جزء الحركة الشعبية لما كانت جون جارن كان معاها جزء من أبناء الشمال بيطالبوا بحقوق الديمقراطية، انفصلوا أصبحوا في الحركة الشعبية لشمال السودان اللي هو في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، وده أصبح جنوب السودان الجديد، وبيعاني برضو من مشاكل تهميش نفس مشاكل دارفور. أطراف السودان جميعا ملتهبة، حتى شرق السودان في اتفاقية مع ناس الشرك كانت تبنتها الكويت، وبعد ده يعني وتبنت لهم كثير من مشاريع التنمية في شرق السودان برضو من المناطق المهمشة، لكن يعني ما بالطريقة بتاعت دارفور بس، يعني ما أخذت راو كبير كده. لكن مناطق الملتهبة دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق اللي هي ديل الجنوب الجديد بالنسبة للسودان الشمالي. بالنسبة لاستهداف اللسان الدارفوري، يعني التمييز، حتى أنا عايشة في الخرطوم، النظام الحاكم هو اللي هي أساساً يعني الحركة الإسلامية قامت بانقلاب عسكري وسيطر على الحكومة. الكلام ده في 30/6/1989. عندهم فكرة إنه الدارفوري ده دون من الدرجة الثانية. حالياً في السودان في الخرطوم إذا ظهرت أي وظائف في الفورمة عندك القبيلة، إذا أنت بتكتب واحد من قبائل دارفور أنت بتتعين، ما بتشتغل في الوظيفة دي. عندك البترول أو الوظائف السيادية في الوزارات السيادية قليل جدا من أبناء دارفور هم اللي بيخشوا، فقط اللي بيكونوا موالين واجتهدوا وأخلصوا وارتكبوا شركاء في جرائم النظام، دول ممكن يكونوا معاهم في الوظائف دي. لكن أي خريج عاد حتى لو كان عامل امتياز أول الدفعة ما ممكن يملأ الوظيفة. إذا جينا للطلاب، يعني لأنه الخدمات كلها متمركزة في الخرطوم، يعني أفضل العلاج في الخرطوم، أفضل الجامعات في الخرطوم، في مركزية في كل الحياة خدين رأس في الخرطوم، لأنه كل الأطراف الأقاليم في التنمية وفي الحياة ما نفس خدمات في الخرطوم. يعني ما ممكن دكتور أخصائي يشتغل في قرية بعيدة كده يكون ما فيها شيء، عشان كده كل حاجة بتكون في الخرطوم. فالناس التعليم الصحة بيجوا في الخرطوم. الطلاب الدارفوريين لما يجوا بيعانوا من تمييز كبير جدا جدا. يعني ممكن أي طلاب من إقليم تاني يعملوا ندوة في الجامعة يتكلموا عن أي موضوع، لكن أبناء دارفور لو يتكلموا طوال اعتقالات. حتى في 2005 اتفاقية ثنائية كان بين حركة تحرير السودان منها أركو مناوي وحكومة السودان في أبوجا، بموجبها قالوا أبناء دارفور في الخرطوم يعفون من الرسوم الدراسية نتيجة لوضع الحرب بتاع أهلهم كده. الحكومة ما التزمت بكده خالص، حتى الطلاب بعد ذلك لما بيجوا يطالبوا قالوا إحنا عندنا حق بموجب اتفاقية أبوجا إنه إحنا يعفونا من الرسوم الدراسية وكده. في جامعة الجزيرة في مدني قتل 4 من الطلاب. اللي قبل شهرين في جامعة الخرطوم برضو الطلاب عملوا جامعة الخرطوم جامعة عريقة، يتكلموا عن الوضع الحالي في دارفور. أيضا قتل طالب في السنة الثانية كلية الاقتصاد. النشطاء ملاحقين
المحامين ملاحقين، يعني قمع ما عاد. يعني حتى يعني القمع بكتبة الحريات يعني ما واقف على الناس دارفور بس. يعني هسي في الصحف في الرقابة القبلية، إذا الصحيفة دخلت المطبعة طلعوا قبل التوزيع بيجي رجل الأمن اسمها الرقابة القبلية يفتش كده يقول خلاص تحجب من تصادر. قبل الطباعة في نوع من الصحف يجي ضابط من الأمن يشوف والله الموضوع ده لا، بيضطروا ناس الصحيفة في العمود بتاع الصحفي يقولوا يحتجب اليوم. إحنا نفهم يحتجب اليوم دي معناها رجل الأمن قال المقال بتاعه ما ينزل، ففي العمود بتاعه يكتب يحتجب اليوم لأي أسباب. لا، لكن هو ما عنده أسباب. رجل الأمن قال لا مقالك ما ينزل اليوم، ما يمشي المطبعة. لو مشى المطبعة معناه كل الصحيفة تصادر. ودي نوع من الحرب الاقتصادية على الصحف. وفعلا المسألة دي خلت كثير من الصحف المستغلة تحرب اقتصادية عليهم، بيستوردوا الورق من برا، الطباعة، التكاليف. فلما انت صادر مني كم نسخة انا ما اوزع اليوم خسرت. تتكرر في صحف اغلقت. هسه الناس اتجهوا للصحافة الإلكترونية، ودائما بيكونوا محررين من الخارج، تلقوا في أوغندا، في كامبالا، كويت، من هنا ويكتبوا الناس بتفتح في النت وتقرأ. لكن إذا صحافة بيبر لا، دي فيها نوع من الإشكال يعني. فالوضع سيء بالنسبة لدارفور، وضع سيء جدا جدا. بعدين بعد المذكرة بشان اعتقال البشير، طبعا كل المنظمات الشغالة في دارفور زي ما قالت الأستاذة طردوها، إلا بعض المنظمات هسه حاليا اللي طلعوا قانون إنه ممكن تجي منظمة أجنبية لكن تعمل شراكة مع منظمة في الخرطوم حكومية وهم اللي يمشي يوزعوا في دارفور، ما الأجانب، لأنه عندهم بقى هوس بتاع إنه الخوايات دي هم تطلعوا مشكلة دارفور، وممنوع ما بده تصريح لزول أجنبي إنه يمشي دارفور. لازم يعني لو أي أجنبي جاي من دولة غربية عايز يمشي مكتب الأمن بيكتب إنه أنا ماشي أسوس دارفور فبيمنعوه. الدول العربية، جامعة الدول العربية عملت اجتماعات كثيرة بشأن السودان وفي دعم جابوه، لكن هم بيسلموا لحكومة الخرطوم. حكومة الخرطوم بتعاني من مشكلة اقتصادية، يقول يبلعوا القروش يقول ما قاعد يوصلوا لها، بتوزعها للميليشيات. يعني في دعم سعودي بتاع فود جات من السعودية، جات من قطر، جات من الإمارات، وزعت للميليشيات التي تحارب أهل دارفور، إغاثة بيسموها إغاثة دارفور، ولكن بتسحب للحكومة، الحكومة توزعها للميليشيات عشان تقتل أهل دارفور. آخر اتفاقيات السلام كانت في الدوحة قطر برعاية أمير قطر اسمها الدوحة. يعني من بنودها برضو إنشاء بنك باسم دارفور، وإنه قطر حتنزل المبالغ التنمية في هذا البنك. المجتمع المدني في الدوحة بيقول لهم البنك ده يكون في دارفور والفلوس دي تنزل دايركت هناك عندنا عشان لأنه هناك محل التنمية. حكومة السودان بيقول لا، جيبوا القروش تنزل في البنك المركزي عندنا هنا في الخرطوم. ده كان واحد من الخلاف ورفضوا، قالوا لو كده قطر احتفظ بقروشك. فبالنسبة لعمل المجتمع المدني لدارفور أنا خلي الأستاذة زهرة ممكن تتكلم عنه، لأن هي جاية من دارفور داخل مدينة الفاشر ولاية شمال دارفور. السلام عليكم. فرصة طيبة يعني نكون الليلة معاكم. ارفعي صوتك شوية يا أستاذة. تعلمنا كثير يعني في ال10 أيام اللي قضيناها في كردستان، والتجربة يعني جديرة بإنه الناس يعني يستفيدوا منها، معاناة شعب كردستان. الحقيقة نحن في دارفور يمكن يعني المجتمع المدني بتعريفه الحديث يعني اتوضعنا فيه. نحن صحيح عندنا مجتمع مدني تقليدي فيه يعني الإدارات الأهلية، النقابات، الاتحادات، ودي كانت يعني تتعامل مع قضايا الناس الوقتية. ويمكن نحن اشتغلنا في المجتمع المدني منذ الثمانينات، ظروف الجفاف والتصحر اللي ضرب دارفور كجزء من شمال أفريقيا، لكن شغلنا كله كان في التنمية والمشاكل المتعلقة بسبل كسب العيش. فحصلت الحرب في 2003
فاجأت أهل دارفور. وبالتالي يعني نحن وجدنا نفسنا في إننا في وضعية لابد إنه نتصدى للظروف اللي أفرزتها الحرب والنازحين، الدمار الحصل وكيف نحن نتحدث عنه. في الفترة الأولى يعني انعقدت ملتقيات كثيرة لأهل دارفور في طرابلس، في سيرت، في يعني، لكن يعني فرصة يعني الناس يتناولوا فيها القضايا بحرية ما حصل. يعني ما يتركوا أهل دارفور لوحدهم يجلسوا عشان يتناقشوا. نحن في طرابلس 2005 كل أهل دارفور كانوا موجودين، الإدارات الأهلية، الناشطين، المحامين وغيرهم، حتى الحركات المسلحة في الوقت ده. لكن يعني الحكومة كانت موجودة، وفي أبناء دارفور في الحزب الحاكم كمجموعة، ونحن كلنا أهل دارفور والحركات كمجموعة. يعني لم تتاح لنا الفرصة عشان ما يعني كنقعد كأهل دارفور مع النظام نناقش المشكلة. وبالتالي اتفاقية أبوجا تمت بين يعني حركة تحرير السودان والحكومة دون مشاركة المجتمع المدني الدارفوري وأهل دارفور. لذلك يعني الحركة لم تحقق أي سلام على الأرض. من بعدها بدت يعني في الوقت ده كان اليونميس اللي هي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في إليانسون ماسك يعني مسؤول من الأمم المتحدة، ودكتور سالم أحمد سالم ماسك الاتحاد الأفريقي، وقاموا بجولات كثيرة في أروشا لوجود خارطة طريق لحل مشكلة دارفور، وكيف أهمية مشاركة المجتمع المدني، النازحين، اللاجئين، الناشطين من أهل دارفور. ولأول مرة يمكن يعني المجتمع الدولي اقتنع بالفكرة، وبدت يعني لقاءات على مستوى القواعد في دارفور يعني تحديد أسباب النزاع وتحديد جذور المشكلة ووضع الحلول لها. ويمكن خبراء من أبناء دارفور شاركوا في وضع، يعني يمكن أبوجا كانت فيها 4 محاور: محور الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية والحوار الدارفوري. كانت فقط 4 محاور في أبوجا. من جات الدوحة، وأنا الدوحة ما بسميها يعني اتفاقية سلام شامل، لأن هي وثيقة، قالوا الدوحة بيس دوكيومنت، معناها هي ليست اتفاقية سلام، وبالتالي محتاجة إنها تطور لتصير اتفاقية سلام. فالدوحة يمكن فيها 7 محاور، أضيف لها محور التعويضات والعدالة الانتقالية. يعني أضيفت لها 3 محاور، يعني غطت 7 محاور الدوحة. لكن برضو يعني نجد إنه الدوحة بدت في 2009. المجتمع المدني كان شارك مشاركة فاعلة، المجتمع المدني الحقيقي، وصدر الديكلاريشن الأول للدوحة كان قوي جدا. الدوحة الثانية في 2010 صدر الإعلان الثاني للدوحة، وهو مكمل للإعلان الأول. الدوحة الثالثة 2010 اللي هو سموها بدون نحن ما نعرف ستيك هولدرز، أصحاب المصلحة. نحن ما عرفنا أصحاب المصلحة هم مين. الحكومة حشدت كل يعني اللي هي كانت بعد الانتخابات، والانتخابات أصلا ما كانت انتخابات نزيهة. يعني الحكومة في يدها الثروة والسلطة، وهي يعني الأمن، وهي يعني الانتخابات لنفسها يعني. وبالتالي جابت النواب البرلمانيين على مستوى ولايات دارفور ال5، نواب البرلمان، الوزراء، للقاء الدوحة. ونحن من حضرنا النازحين، اللاجئين، المجتمع المدني، وجلسنا الجلسة الأولى، قاطعنا، خرجنا خارج القاعة وجلسنا، وخرج باسولي وآل محمود وقالوا انتوا مالكم. قلنا لهم نحن وانتوا قلتوا نحن نجي عشان نشوف الوثيقة هل هي يعني شملت كلامنا اللي نحن عاوزينه ولا لا. قالوا ما في وثيقة. قلنا طيب في شنو؟ قال مزيد من النقاش. نحن ما عندنا نقاش. ومن الوقت ده نحن عرفنا انه حصل انحراف للدوحة من الخط الرئيسي ومشت في خط الحكومة. وحتى قطر يعني نحن ما عرفنا في الوقت ده كان الربيع العربي، هم خافوا من الربيع العربي ولا يعني مساندة للحكومة.
أنهوا الدوحة بالصورة الدراماتيكية اللي ما حققت لأهل دارفور شيء، فقط يعني جابت دعم للحكومة. يعني حتى المساهمة قطرت 800 مليون من حولوها بنك المدرمان الوطني أخذ فيها عمولة 200 مليون، والحكومة هي لم تلتزم حتى التزاماتها في وثيقة الدوحة. نحن صحيح المجتمع المدني على مستوى دارفور يعني لما الآن يعني في مارس وأبريل الماضي انفجرت الأوضاع ورجعتنا يعني للمربع الأول 2003 بداية الحرب. يعني نحن لغاية ما حسينا إنه في يمكن شوية انفراج ونحن نكون ماشيين، وتم حرق للقرى والقتل والدمار الحصل. نحن مجموعة من المجتمع المدني يعني عملنا خطاب، لأنه الناس لا يمكن أن نحن نصمت لهذه الحكومة، ويعني ما عاد إننا نتحدث في داخل الغرف ونتحدث يعني في ملتقيات خارجية، لابد إننا نتحدث في الداخل ومع السلطة. فعملنا خطاب لرئيس الجمهورية بواسطة والي الولاية، وشجبنا أدلنا فيه الاعتداءات التمت والحرق والدمار الحصل، وحملنا المسؤولية لحكومة المركز حكومات الولايات في دارفور، وطالبنا إنه المجتمع الدولي بالضرورة إنه يعني يتدخل. ويمكن ما اكتفينا بهذا، اتصلنا باليوناميت البعثة المشتركة، وصلنا يعني قسم الشؤون المدنية لهنا الخطاب. ومن بعد تحركنا المجموعة إلى الخرطوم، التقينا يمكن بكل القوى السياسية في الخرطوم المعارضة، والتقينا بناس في النظام، ومثلا وزير العدل التقينا معه، إنه ما يحدث في دارفور إن إحنا بنعتبره يعني ظلم لأهل دارفور. والتقينا بالسفارات، السفارة البريطانية، السفارة الفرنسية، السفارة الأمريكية، وبالذات إن إحنا ركزنا على السفارة الفرنسية والصين لأنهم هم أعضاء في مجلس الأمن. ويعني وصلنا رسالتنا على أساس إنه نحن يعني لابد إنه المجتمع الدولي الآن نشوف إنه هو صرف النظر عن يعني قضية دارفور، ويعني ما عاد يتحدث. وحتى البعثة المشتركة اليونانية الآن يعني في برنامج يمكن يتم، يعني برنامج الحوار الدارفوري الحوار الداخلي. فهو أصلا ما في يعني الوضع ما آمن، ما في يعني كيف الناس يديروا حوار صادق يناقشوا فيه القضايا بصدق عشان يضعوا لها الحلول. ما دام هنالك يعني تكميم للأفواه، وإنه الناس لا يتحدثوا عن الاغتصاب وغيره، ويعني الحكومة ترفض، والناس يقولوا إنه يعني نحن فقط نقول عنفي وما نقول اغتصاب، وهذا من عاداتنا وتقاليدنا وحاجة يعني. فنحن بنفتكر إنه يعني آن الأوان في إنه نحن يعني كأهل دارفور شعب المفروض يعني نعيش، ويعني عندنا حقوق وعلينا واجبات. ونحن بنفتكر إنه أهلنا ساهموا في يعني تحرير السودان، أهلنا يعني وقفوا مع المهدي. يمكن أهل دارفور للأحزاب الطائفية الكبيرة الموجودة في السودان، حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي، يعني نصروا المهدي كانوا أهل دارفور، لأنهم ناس دين، وكانوا ناس صادقين وناس يعني متمسكين بالدين. ويمكن نحن علاقتنا حتى من الناحية الدينية ما في زول في السودان يقدر يقول إنه أهل دارفور يعني في حتة الدين، لأنه عندنا علاقة بالإمبراطورية العثمانية، وعندنا علاقة يعني كسوة الكعبة الشريفة من زمن الناس يمشوا بالدواب قبل ما تكون في عربات وفي طائرات وغيره. وبالتالي نحن يعني ما دام يعني هنالك حق ووراء هذا الحق مظالم، لا يضيع هذا الحق كما يعني ما ضاع حق أهل كردستان. ونحن حنستفيد من تجربة أهل كردستان لأنهم بدوا بداية صحيحة. يمكن الوضع يعني بيختلف عن وضعنا، لأنه يعني في حاجات كثيرة، لكن هناك يعني الأسلوب والمنهجية المنظمة بالنسبة للمشكلة الموجودة في دارفور تقريبا هي يعني سياسة واحدة. ويعني نحن نسأل الله إنه يعني يعيننا ويعين كل المظلومين على مستوى العالم.
نتعشم في اننا يعني نكون لوبي عالمي يتحدث عن المجازر البشريه يعني الإبادة الجماعية اللي حدثت حتى وإنها ما تتكرر. نحن لابد إنه نظهرها بحجمها الحقيقي اللي حصلت به، بالحجم الحقيقي، عشان يعني إنها تاني ما تتكرر لأي مجتمع من المجتمعات العالمية، ويستمر هذا اللوبي إن شاء الله في تنمية وتطوير يعني المجموعات وللأقليات المضطهدة والمهمشة في هذا العالم. وكلنا يعني بشر من حواء وآدم، ربنا خلقنا وهو مسؤول من إدارة هذا الكون قبل كل شيء. والطغاة يعني المالين يدهم بالسلطة والثروة، السلطة تزول والثروة تزول ويبقى الحق إن شاء الله. شكرا.